السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. تعالوا النهاردة هنعمل مع بعض الكريب في البيت. دايما الولاد بيطلبوه من بره، بس النهاردة هنعمله احلى من بتاع بره بكتير، وان شاء الله هنعمله بحشوة مميزة، وكمان العجينة بتاعتنا طعمها حلو. وكمان هقولك على تكاية ان تخليها لك ان هي ما تتقطمش او ما تتقطعش منك وانتي بتحشيها. وكمان هنعمل الكريب بتاعنا الجميل ده في صينية ألمونيوم مش في تيفال، وهقولك على التركة اللي تخلي ان انت تعمليه في ألمونيوم وكمان ما يلزقش. بس قبل ما نبتدي، لو اول مرة تشوفي القناة اتمنى تشتركي في القناة وتضغطي لايك للفيديو وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك اشعار بكل وصفة انزلها. ويلا بينا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الكريب الجميل ده ازاي النهارده. مبدئيا كده هحط هنا كوبايتين ونص دقيق، وبعاير هنا بالكوبايات المعيارية، وتقدري تعايري بالمج العادي بتاع الشاي المتوفر في كل مطبخ. هحط هنا نص كوباية دقيق، يبقى حطيت كوبايتين ونص دقيق، نص كوباية نشا. النشا هنا هو اللي هيخليهولك ان هو يكون متماسك وما يتقطعش منك. هعجنه هنا نص لبن ونص ميه، تقدري تعجنيه كله بلبن وتقدري تعجنيه كله بميه، وعموما بتوع الشارع بيعجنوه دايما بميه. انا هحط هنا كوبايتين لبن وهحط عليهم كوبايتين ميه. هحط كوبايه دلوقتي وكمان شويه هلاقي العجينه هتحتاج معايا ازود كوبايه ميه كمان. هحط معلقه صغيره ملح مش مليانه قوي، وهحط هنا 3 معالق كبار زبده سايحه. طبعا الزبدة هنا هتطعمهولك وتخليهولك طعمه حلو جدا، بتفرق جدا في طعم العجينة. فلو مش حابة ممكن تحطي زيت، بس بجد الزبدة هنا بتفرق معانا في الطعم. انا هنا ما بحبش ان انا احط في العجينة بتاعت بيض، جربوها من غير بيض بجد بيبقى طعمها احلى. هقلب بقى كده كل المكونات مع بعض ومش هضيف مية كمان. هي كده ده القوام المناسب والمظبوط معايا. حطيت كوبايتين لبن على كوبايتين مية، وبعد ما خلطتهم بقى مع بعض كويس لازم الخطوة دي ان احنا نصفيه علشان لما اجي اصب العجينة في الصينية ما يبقاش فيها باين فيها تخرزة من الدقيق او تكتلات بالشكل ده. صفيته بقى، هسيب العجينة بتاعتي تريح 10 دقايق، وتعالوا نشوف هنستخدم الصينية الألمونيوم ازاي وازاي ما يلزقش فيها العجينة بتاعتنا. هحط هنا معلقتين كبار زيت، وهحط عليهم معلقتين ملح، وهجيب منديل من مناديل المطبخ وافضل ادعك في الصينية لحد لما الزرقان اللي بيبقى موجود في الصينية هيطلع معانا في المنديل والملح. طبعا لو ما عملتيش الخطوة دي هتحطي في العجينة على النار هيلزق منك ومش هيطلع معاكي على طول. فلازم من الخطوة دي، وكمان قنوات كتير عملتها وما قالتش التركية دي ان احنا لازم ندعك الصينية الاول. فالواحد الحمد لله بيراعي ذمته. فان شاء الله مش هخليكم تعملوا اي حاجة وتندموا عليها. فندعك كده بس الصينية الاول دعكة حلوة مدة 5 دقايق بالملح والزيت. هتلاقي ان العملية سهلة معاكي، وتقدري تعملي كمان فيها قطايف وتعملي فيها كريب وتعملي فيها اللي انت عايزاه بدون ما العجينة ما تلزق معانا. هفضل ادعك بقى فيها بالشكل ده، وبعدين بقى لحد لما وصلت معانا المرحلة ان الملح بيبقى لونه ازرق بالشكل ده. هاخدها بقى على الحوض هشطفها بمية بس، مش هحط لا صابون ولا سلك ولا اي حاجة، هي مية بس مجرد ان احنا ننزل منها الملح اللي بيكون موجود فيها. هرفعها بقى على النار تنشف، وبعدين هديها دهنة زيت بسيطة، وهنيجي هنا بقى عجينة الكريب بتاعتنا استريحت شوية مدة 10 دقايق على ما جهزنا الصينية، وهنبدأ ان احنا نشتغل فيها. طبعا الحتة دي انا ما حبيتش احذفها ولا اي حاجة علشان كله يبقى قدامك وما تقلقيش من اي حاجة، علشان ما تجربيش وتلاقي اول واحدة باظت معاكي تقولي لا ده خلاص بقى الصينية هتبوظهولك ومش هكمل بقية الكمية. لا، هي طبعا في العموم اول واحدة بتبوظ معاك، وهوريها لك دلوقتي. انا طبعا مرضتش احذف الحتة دي. اول واحدة بتبوظ، تاني واحدة بتبقى يعني احلى، بعد كده العملية بتظبط معاك تمام. بداير بقى الصينية بالشكل ده. وطبعا ميزة ان احنا عملنا في صينية ألمونيوم ان دي صينية ألمونيوم الحجم الكبير، دي رقم 3 في الطقم اللي هم مع بعض. فطبعا لو انت عندك تيفال مفيش اي مشكلة. شايفين لزقت اهي، ما طلعتش سليمة ولا اي حاجة. وطبعا دي مش بتترمي ولا اي حاجة، العيال يعني بيحبوا ياكلوا الحاجات دي، فهي ما بتبقاش مش مستوية ولا حاجة، لا هي استوت. فطبعا مش هنرميها، حابة ترميها خلاص مفيش اي مشكلة. دي كده كانت تاني واحدة.
بتبدأ بقى العملية تظبط معانا وبتطلع حلوة، بس يعني محرمشة شوية من النص. تالت واحدة بقى خلاص الدنيا هتظبط معانا. وطبعا الحتة اللي بتكون في أرضية الصينية دي من مطرح الكريب انا ما بكحتهاش بمعلقة ولا بسكينة، انا يدوب بعملها بالاسباتيولا كده علشان ما تجرحيش الصينية وما تضطريش ان انت ايه تدعكي تاني بملح وزيت. هنا دي كانت تالت واحدة. حطيت بقى برفع الصينية من على النار وبدهنها دهنة زيت، وبعدين ببدأ أصب العجينة بتاعتي. وطبعا بخلي النار هنا وسط. تعرف ان هو استوى ازاي؟ بتلاقي الحروف خلعت كده من الجوانب. شايفين بقى تالت واحدة لما هقلبها دلوقتي ما شاء الله لونها ذهبي حلو جدا، ومفيش اي حاجة في ارضية الصينية، وتشتغلي بقية الكمية على طول. وكمان تقدري تضاعفي هنا كمية العجين حسب افراد اسرتك. شايفين ما شاء الله بتلف في الصينية اهي، ولا لازقة ولا اي حاجة. عندك بقى صينية تيفال اشتغلي فيها مفيش اي مشكلة، متعمليش اللي انا بعمله ده. هنا الفيديو بس اللي حابب يعمل الكريب وما عندهوش صينية تيفال. دي كده خلاص استوت معانا بالشكل ده. شايفين الصينية ما فيهاش اي حاجة. برفعها كده من على النار وبدهنها دهنة زيت بسيطة، وبعدين ببدأ ان انا اصب العجينة بتاعتي. وطبعا بتحطي هنا العجينة بالنظر، انا طبعا مش بعاير، حسب ما تلاقي الكمية يعني على قد الصينية اللي انتي بتشتغلي فيها. وببدأ ان انا ادايرها بايدي بقى بالشكل ده. بوزع العجينة وبرفعها على النار، بفضل اداير بقى ايدي في الصينية كده علشان تستوي من كل الجناب، ما يبقاش فيه حتة محروقة ولا حتة مش مستوية. شايفين بتتقلب معايا ما شاء الله بكل سهولة اهي. يعني ان شاء الله جربوه على ضمانتي، وان شاء الله يطلع معاكم ناجح من اول مرة. وزي ما قلتلك ما تقلقيش، اول واحدة هي بتبقى بايظة، تاني واحدة بتظبط شوية، تالت واحدة خلاص بقى العملية بتظبط معانا. والمقدار اللي احنا عملناه ده بيطلع لك حوالي 7. تقدري تضاعفي الكمية، وتقدري كمان هقولك الكيلو دقيق ياخد قد ايه فراخ في نهاية الفيديو ان شاء الله. بداير بقى الصينية بالشكل ده. وطبعا بقى بعدين هنا خلاص هكمل بقى باقي كمية الكريب. وده كده كل عجينة الكريب اللي احنا عملناها النهاردة. شايفين ما شاء الله. اول ما بطلعه بقى برصه كده فوق بعضيه بدون ما اغطيه بفوطة ولا اي حاجة. هو بيبقى ما شاء الله طري، ما بيبقاش ناشف ولا اي حاجة. شايفين ما شاء الله، ولا بيلزق ولا اي حاجة خالص. طبعا هنا الكمية براحتك، تقدري تضاعفي المقدار مرة واتنين وتلاتة. وادي العجينة بتاعتنا ما شاء الله بكعبلها في ايدي اهي بدون ما هي ما هتتقطع ولا اي حاجة. وده كده بفايدة النشا. فان شاء الله تهتموا تحطوا المقادير بالظبط، وان شاء الله يطلع معاكم مظبوط وناجح 100%. يلا بينا بقى، عملنا كده العجينة. تعالوا بقى نعمل مع بعض الحشوة. انا عندي هنا ده كيلو صدور. انا بشتري الصدور ما بشتريهاش بانيه. انا بقول له عايزة الصدور بعضمها، وبجيبها بقى بقطعها في البيت براحتي علشان اقطعها قطع تكون سميكة تمام، علشان تحت البانيه هتبقى رقيقة. فيفضل ان انت تجيبي يعني الفراخ تكون بعضمها، وتقدري ان انت تقطعي بقى براحتك. بجيب هنا طاسة على النار وبحط فيها معلقتين زيت كبار، وببدأ انزل هنا بقى بالفراخ بتاعتنا او بالصدور بتاعتنا. مجرد ما تنزل كده بسيبها حوالي 3-4 دقايق، ما بقلبهاش علشان ما تنزلش ميتها. وبعدين بقى ببدأ ان انا اقلبها لحد لما تتشوح معانا وتبقى بالشكل زي ما انتوا شايفينه اللي قدامكم ده كده. بعد ما الفراخ بتاعتي بقى اتشوحت هنزل هنا بقى بالبصل، حوالي 3 بصلات كبار، وببدأ ان انا مقطعاهم جوانح وهنزل عليهم بالشكل ده. وطبعا هنا البصل ما تستكتريهوش، البصل بجد بيديك طعم حلو جدا ومميز في الحشوة بتاعتنا. وهحط هنا معلقة توم كبيرة مهروس، وهقلب بقى كل حاجة كده 3-4 دقايق. طبعا البصل لحد لما بيدبل مش بيحمر. هحط هنا بقى التوابل، معلقة بهارات كبيرة مشكلة، توم بودرة، بصل بودرة، ملح، فلفل اسود، معلقة حواوشي بهارات حواوشي، ومعلقة زنجبيل، على ورق لورا وملح تمام. بطحن ورق اللورا والملح مع ورق اللورا والحبهان مع بعض، وبضيف لهم حبة ملح علشان ينعم معاكي على طول. بجد بيفرق معانا هنا في طعم الخلطة بتاعتنا. حاطة هنا حبيتين طماطم وفلفل اخضر وفلفل حامي. والطماطم انا واخده اللحم بس وشايله البذر بتاعها علشان ما تنزلش معاكي
ميه في الحشوه اللي احنا عاملينها. مهم جدا ان انت تشيلي البذر بتاع الطماطم من جوه وتاخدي اللحم بس، علشان ما تنزلش معاكي ميه كتير، وناجي لما نحشي الحشوه بتاعتنا تنزل ميه كتير كده في الكربايه، وهو الطفل بياكلها او هو الشخص الكبير بياكلها عموما. تمام، فاهمين قصدي؟ عشان الحشوه بتاعتنا ما بتبقاش فيها سوائل. بقلبها كده بقى وبسيبها 10 دقايق اقل حاجة بس مش اكتر، علشان تتشوح مع الطماطم والطماطم تتسبك معاها. وبعدين بقى خلاص صفيت عليها عنا النار، هنيجي بقى نجهز الحشوة بتاعتنا. عندي هنا بقى بطاطس محمرة وكاتشب، جبنة موتزاريلا، كل اللي عندك بقى حطيه، مش مهم، مش شرط خالص جبنة موتزاريلا ولا شرط كاتشب، بجد بيبقى طعمها حلو، هي الحشوة نفسها طعمها حلو. فمش عندك جبنة وعندك كاتشب حطي، ما عندكيش. انا عموما يعني في الغالب عشان التصوير يعني، انما في الغالب لو متوفر كاتشب بحط، متوفر جبنة بحط، مش متوفر خلاص على كده. هو كده من الحشوة دي بجد بقى طعمه حلو. باجي بقى هنا من الجنب بحط رصة جبنة، وبحط رصة من الحشوة بتاعتنا، وصابعين بطاطس كده، وبحط هنا حبة كاتشب. وده كده الكاتشب اللي انا كنت معاملاه معاكم قبل كده. ارجعوا الوصف على القناة وان شاء الله تجربوه زيه زي الجاهز واحسن كمان. بحشيه بقى بالحشوة دي. يفضل ان انت دي افضل طريقة للحشو، علشان انت تلفيه قرطاس، وكمان الحشوة ما تخرجش منه، بخلاف ان انت تحطي الحشوة في النص وتجيبي الطرف ده عليها والطرف ده عليها. لا، احنا كده دي احسن حاجة ان احنا بنعمله كنظام قرطاس كده، بتبقى الحشوة ما بتقعش. خلاص بقى بعد ما حشيت كل الكمية بتاعتي، بجيب بقى هنا نفس الصينية اللي احنا اشتغلنا فيها العجينة، هحط هنا بقى فيها معلقتين زيت كبار، وهبدأ استنى لما يسخنوا. هبدأ ان انا اشمع الكريب بتاعي، او اديله لون ذهبي، او احمصه زي ما تحبوا، قولوا براحتكم خالص. خلاص هنا بقى الزيت بتاعي سخن، هنزل هنا بقى بالكريب، وتنزلي بقى على الطرف اللي انت بتكوني قافله منه الكريبايه من تحت، علشان الحشوه ما تخرجش منه، علشان ده بيقفل على الحشوه بتاعتنا، ما يخليهاش ان هي تخرج. تمام، بفضل بقى اداير بقى فيه بس في الصينيه بالشكل ده. وطبعا لو لقيتي كميه الزيت قلت تحط رشه بسيطه، انا طبعا مش بكتر في الزيت، احنا مش هنحمر بطاطس، انتوا شايفين كميه الزيت حوالي معلقتين بس. بفضل اداير بقى فيها وبوقفها كده على سيفها او على جنبها لحد لما تاخد لون ذهبي حلو من كل الجناب. شايفين ما شاء الله بجد لونه حلو جدا ومقرمش من بره وطعمه حلو جدا. ان شاء الله جربوه بالحشوة دي وتجربوه بالطريقة دي، بجد طعمه حلو جدا واحسن من الجاهز كمان. وكمان جاهز مع عمره بيحشولك الحشوة الكتير دي، انت طبعا في البيت تقدري تحشي براحتك زي ما انت ما عايزة، بخلاف الجاهز يبقى هو قطعة ستريبس والباقي خس وكابوتشا وبصل ومايونيز وكل الحاجات اللي بيحطوها دي، فبيكتر لك الحشوة في الساندوتش بالحاجات اللي بيحطها دي، مش بيبقى كمية لحمة. ده احنا حاطين فيه كمية فراخ حلوة جدا، فبجد بيبقى طعمه حلو. فان شاء الله جربوه، وان شاء الله قولوا على رأيكم في التعليقات. شايفين ما شاء الله لونه ذهبي وحلو جدا ومقرمش، وبجد طعمه حلو. وكمان هقولك هنا الكيلو دقيق بيطلع لك 15 كرباية، وال15 كرباية بياخدوا كيلو ونص صدور فراخ. يبقى هنا الكيلو بيطلع معايا 15 كرباية من الصواني اللي هي الكبيرة دي، وبياخد كيلو ونص صدور فراخ. تمام، شايفين ما شاء الله بجد طعمه حلو جدا، والجبنة بالمطة بتاعتها طعمها حلو جدا. فان شاء الله جربوه بالحشوة دي. وطبعا انا بشتري هنا الورق بتاع الكريب ده، تقدري تحطيه كده، تقدري تحطيه في ورق فويل، تقدروا تاكلوه كده بس مفيش اي مشكلة. وده كده الكاتشب اللي احنا كنا عاملينه مع بعض قبل كده، حطوا كده جنب الاكل، الولاد بيحبوه. اتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا، واتمنى تشتركوا في القناة. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.